شنو الربط بين منطقة الحويجة العراقية ومبابي وهالاند؟ تعال اسمع هاي القصة العجيبة. في عام 1996 ولد طفل في بيت طيني صغير في قرية الصفرة، وأول ما كبر عاون أبوه برعاية الغنم، وكان دائما هو سند أبوه وعائلته، إلى أن رصاصات من مسدس الإرهاب تضرب قلبه عندما تم اغتيال والده ليثأر من العالم كله ويشن حرب كروية على شباك كل الخصوم. أنا أتحدث عن نجم العراق الأول أيمن حسين أبو طباق. بداها من نادي العلم بالدرجة الثانية، وتدرج بالأندية إلى أن وصل إلى المنتخب الوطني، وكان يومها هو أسوأ مهاجم بتاريخ المنتخب الوطني. تعرض للشتم والإهانات والتنمر، ولكن أيمن صبر واجتهد وتحول من اللاعب المنبوذ إلى نجم العراق الأول. وفي عام 2024 تزعم صدارة هدافي العالم وتفوق على كل من مبابي وهالاند.